مرحب حبايبي، كيف كان اليوم؟ اليوم طبختنا هي فطر باللحمة الناعمة. هلأ رح نقشر الفطر ونفرمه. طبعا في ناس ما بتقشر، بتغسله. أنا بفضل إني أقشره وأعمله غسلة بسيطة. يعني ليش إني أقشره وبعدين أعمله غسلة بسيطة؟ لأنه إذا بدك تغسلي بدون ما تقشري رح تتعب الفطر، رح تفركيه مشان الوسخ اللي فوقه. بعد ما تقشريه تعملي له هيك غسلة بسيطة بالمي بكون أحسن. طبعا هدول ما رح نكبّن، كمان رح نعمله تقشيرة ونفرمن. شوفوا خلصنا، رح نفرمه بهاي الطريقة. طبعا فرمة خشنة ما تكون ناعمة لأنه الفطر أصلا بتدوب يعني، فلهيك فرمة خشنة تكون أحسن للفطر. ونفرم كله. شوفوا خلصنا. طبعا الرز كتير طيب جنبه، ورح ننقع الرز ونخليه على الطرف كالعادة. أنا بحب نقع وخليه على الطرف لبين ما أطبق الطبخة. هون أول شي رح نهوس اللحمة الناعمة. طبعا هي أذواق، فيكن تعملوه مع بيض، فيكن تعملوه بس فطر، بس مع اللحمة كتير طيبة. رح تحطلها شوية ملح، بهار أسود. هون فطر عملنا له غسلة بسيطة، رح نحطه قلبة قلبتين ونغطيه ونتركه على نار هادية تستوي لحالها بدون ما تحركي. هون رح بلش عمل جوز جنبه ليستوي فطر. حطلها زيت وشعرية، رز بشعرية رح نسوي كتير طيب جنب الفطر. خليه يتحمر شوي، بعدين منضيف الرز اللي نقعناه. هلأ رح نحوس الرز مع الشعرية شوي. هون لبين ما تتهوس الرز شوفوا هون الفطر صار جاهز، ولا طيب من هيك. المنظر لحاله بيحكي. هون صار رز جاهز، رح نضيف له المي والبهارات. ماجي، بهار أسود وملح. رح نوطي الغاز تحته نتركه ليستوي. صار رز جاهز معنا، مفلفل ولا طيب من هيك. شوفوا المنظر، والله المنظر لحاله بتحكي شي بشهي. هون صار وقت فقرة التذوق. شوفوا المنظر، شوفوا بتجنن. طبعا لا تنسوا تعملوا لنا لايك واشتراك وفعلوا الجرس لحتى يصلكن كل شي جديد. هون طعم روعة، جربوا ما راح تندموا.